لاعب في النادي الاهلي هفضل اتكلم عليه. عندكم كنز في النادي الاهلي محمد عبد الله ده يا كابتن. اقسم بالله محمد عبد الله ده ماتش امبارح لو كان نزل كان زيزو كان برمضان. خد بالك النادي الاهلي بيلعب ناقص واحد. بالرمضان ده بالنسبه لي مين الواحد؟ محمد برمضان. لا ده برضه نفس القصه. يبان لك في كوره وتلاقي كابتن مستخبي 60 70 دقيقه وفي كورتين يبان. لا انا مش جايب لاعب اديله الفلوس دي كلها عشان خاطر يبان لي في كوره. لا انا المفروض ان انا اشتغل كنظام في الملعب، احاول استحوذ على كورتي، احاول استحوذ كفريق يبان ان هو حتى لاعب كبير. بالنسبه لي بالرمضان انا هفضل اقول لك ان عمرو السوليه مشيانه من النادي الاهلي كانت مشكله كبيره جدا، لان انا شايف عمرو السوليه افضل من رمضان. محمد. لا انا بس عايز اعلق على زيزو. طب ما عجبكش كلامه على بن رمضان؟ لا هو لعيب كبير. بن رمضان لعيب كبير ولعيب دولي. ممكن طريقه لعب النادي الاهلي او عدم التوفيق لعيبه كتير في الملعب بالنسبه للنادي الاهلي يخلي بن رمضان يظهر بالشكل ده. لكن كامكانيات لو كان جه فرصه من الفرص دي كان الكلام ده بس هو لازم بطيء في الملعب قوي يا جدعان. يعني انا جايب لعيب محترف يا كابتن بطيء في الملعب عشان يبقى هو بدأ في كاس العالم انديه هايل. الماتش الاولاني عمل يعني حط بصمه ان ده لعيب كويس جدا ولاعيب مميز جدا. تمام. انما انا لما اجيب لعيب محترف لازم يبقى الفرق واضح. بس هو لعيب كبير يا كابتن عمر واحنا عارفينه من قبل ما يجي وعارفين مردوده. طيب بس زي ما دودار قال لك انا بس عايز اعلق على نقطه مهمه بعد اذنك. ما هو زيزو برضه لما كان في الزمالك كان اي فريق بيلعب الزمالك كان بيلعبوا زون ديفنس وكان بيلعب مساحات ضيقه. لا نفس القصه. اي حد اي فرقه بتلعب اهلي وزمالك بتلعب زون ديفنس. وزيزو تالق في الزمالك بنفس الظروف اللي فيها النادي الاهلي. يعني مش عايز اقول ان المساحات الضيقه هي اللي مخليه زيزو مش قادر يتاقلم. لا هو زيزو وضع. خلي بالك انت برضو قبل ما زيزو يروح كان امام عاشور هو اللي عليه الضغط. كانت الناس بتقارن. فاكر ولا يا كابتن عمر؟ ما بتكلمش على المردود. انا ما بتكلمش على المردود. انا بتكلم على ان في النهارده زيزو رايح بضجه كبيره جدا. فكل باصه هتتحسب على زيزو.